أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي أو قناة مصري. درس النهاردة عن الجملة الفعلية. طبعا احنا عارفين الجملة الفعلية اللي هي فعل وفاعل ومفعول به والكلام ده كله. احنا عندنا اللغة القبطية هي لغة ثرية جدا، المفردات بتاعتها والقواعد. يعني احنا عندنا 14 زمن في اللغة القبطية، عندنا 4 أزمنة للحاضر و5 للماضي و5 للمستقبل. وكل زمن بنستخدمه في حاجة معينة. زي ما احنا عندنا في اللغة العربية فعل وفاعل ومفعول به، في اللغة القبطية فعل وفاعل ومفعول به، بس نضيف ليهم حاجة زي حاجة اسمها علامة زمن، وفي حاجة اسمها أداة مفعول، وفي حاجة اسمها علامة فاعل. هناخد كل حاجة بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. ناخد مثلا صورة للجملة الفعلية بصفة عامة. لما اقول مثلا في زمن الماضي التام الله خلق الانسان، بقول افنوتي ثاميو ام بي رومي، الله خلق الانسان. نفنطها واحده واحده. دي علامه الزمن في الزمن الماضي. افنوتي الفعل اللي هو الله، ثاميو ده الفعل نفسه اللي هو خلق، ام دي اداه المفعول، ان بتتحول لام قدام الحروف الشفهيه برضو نفس الحوار، وفي حاجه تانية معاهم اسمها اي، هناخدها في التفصيل فيما بعد. بي رومي اللي هو الانسان ده المفعول به. طبعا في من ال 14 زمن دول في زمنين مش بنحتاج لهم علامة زمن، هم الحاضر الأول والمستقبل الأول. أول زمن هنتكلم عليه هو زمن الحاضر الأول أو زمن الحاضر الحالي. من اسمه كده الحالي، يعني بيحدث أثناء ما احنا بنتكلم أو وقت الحديث. يعني مثلا لما أقول مينا إسخاي إم بي أوش، يعني مينا بيكتب الدرس، مينا قاعد قدامي دلوقتي بيكتب الدرس. ادي الزمن بسيط جدا، بنجيب ادي الفاعل اللي هو مينا، الفعل اسخاي زي ما هو كده بالصورة الاولى بتاعته، اسخاي يكتب، والام ادي اداة المفعول، وادي المفعول به اللي هو بي اوش اللي هو الدرس. يبقى مينا اسخاي ام بي اوش، ادي فاعل فعل اداة مفعول وادي المفعول به. تاني حاجة في الزمن ده انه ما فيهوش علامة زمن، يعني الزمن ده ما فيهوش علامة زمن. قلنا في زمنين ما لهمش علامة زمن، الحاضر الاول والمستقبل الاول. بقول مثلا هاني اشليل، هاني يصلي. الجملة كده خلصت، الجملة كده خلصت، ممكن ما تحتاجش مفعول به. هاني يصلي، هاني إشليل. يبقى أول حاجة الاستخدام، تاني حاجة علامة الزمن مفهوش. تالت نقطة نتكلم فيها هي تصريف الفعل نفسه في الإثبات أو النفي. في نقطة هنا لازم ناخد بالنا منها، إن في الأزمنة بصفة عامة إن بيتم تصريف الفاعل الضمير، ضمير الفاعل يعني، بصورة متصلة مختلفة عن ضمير المنفصل بتاع الجملة الاسمية. يعني إيه مثلا؟ يعني أنك اللي هي أنا في الجملة الاسمية، أنا أكون. لما أحب أقول أنا أصلي ما بقولش أنك شليل، أروح جايب الضمير اللي ينوب عن أنك اللي هو تي، واروح لازق فيها الفعل، يبقى تي شليل انا اصلي. ما ينفعش اقول انا كشليل، يبقى تي شليل انا اصلي في زمن ايه؟ الحاضر الاول. طب انت تحبي اللي هي انثو، يبقى تي مي انت تحبي. نحن نكتب، ما اقولش انون، اقول تين اسخاي، تين اسخاي ام بي اوش، نحن نكتب الدرس. انا بديكم امثله، ممكن بعد كده نضيف مفعول به وممكن ما نضيفش على حسب يعني. هي تقرأ، هي اللي هي انثوس، انثوس هتبقى اس، تبقى ايه؟ اس اوش. هو يحب اف ميل. هم يأكلوا سي او اوم. في ملاحظة هنا ان انثك اللي هي انت، اللي هي التصريف بتاعها بيبقى اك او اك. لو الفعل بدأ بأي حرف من حروف فيلم نور بنستخدم بدل القبة بنستخدم كي. يعني احنا انت تسمع، انت اقول اكسوتيم، بس انت تاكل اك او اوم، لان او اوم بدات بحروف فيلم نور. ده بالنسبه للتصريف في الاثبات.
يبقى تي اك تي اف اس تيتين سي تين. رابع حاجة هنتكلم فيها هو تصريف الزمن ده في النفي. الزمن ده مش بنحتاج ان احنا نغير تصريف الضمائر في النفي زي ما عملنا في الاثبات، لا احنا بنعمله بطريقتين. ممكن نلاقي حاجة اسمها نفي عادي، بنضيف ان بعد الفعل، بدل ما كنا بنقول هاني يسمع او هاني يكتب بنقول هاني سوتيم ان، هاني لا يسمع. ادي الفاعل اسم ظاهر يعني مستقل او مش منفصل عن الفعل. هاني ادي الفاعل وسوتيم الفعل وان النفي، هاني لا يسمع. هي لا ترى، هي اللي هي الاس ضمير، وناف يرى، ولازقين في بعض عشان ده ضمير، يبقى الضمير بيلزق في الفعل، الضمير بيلزق في الفعل. اسناف ان هي لا ترى، ده النفي الاول. طب في حاجه اسمها نفي مطلق، بنحط ان قبل الفاعل، والان بتتحول لام قدام الحروف الشفهيه زي ما خدنا كذا مره قبل كده، وبعد كده بنضيف ان. يعني مثلا لما اقول مثلا مينا لا يسمع مطلقا، مينا اطرش ما بيسمعش خالص، يبقى ام مينا سوتيم ان. لاحظوا ان حطينا الام بدل الان عشان مينا بدأ بحروف شفهيه. هي لا ترى مطلقا، هي عمياء بقى، يبقى ان اصناف ان، هي لا ترى مطلقا، هي ما بتشوفش خالص، ده اسمه نفي مطلق. يبقى نفي عادي بان، او نفي مطلق بان وبعد كده بنضيف الان.